كما أشرت زميل أخضر بأن الحكم أعتقد أدى مباراة جيدة جدا في هذه الأمسية، واتخذ عديد والصحيحة في هذه المباراة رغم أن هناك بعض الأخطاء، لكن طبعا لحسن حظه لم تكن مؤثرة على مجرى اللقاء. 94 دقيقة و36 ثانية احتسب خلال 23 مخالفة صحيحة، 3 مخالفات غير محتسبة، واحدة كانت ذات أهمية بالغة في الدقيقة 31 كان يمكن أن تكون تغير من مجرى اللقاء، ثم 4 إنذارات مستحقة. إنذار غير محتسب ضد كارباخال في الدقيقة 25 عندما عاق سواريز ولم يحتسب المخالفة أيضا، إضافة ل8 حالات تسلل، واحدة منها كانت بارزة ومهمة في الدقيقة الثانية عندما ألغى هدف طبعا لوجود حالة تسلل حقيقية على كريستيانو في الدقيقة الثانية، فيما أوقف حالة تسلل على سواريز في الدقيقة السابعة، لكنها لم تكن مؤثرة. نذهب باتجاه الحالة التحكيمية. الحالة الأولى في الدقيقة 31 من ركلة ركنية ستلعب داخل منطقة الجزاء. طبعا هناك بيكي الذي يحاول لعب الكرة بالرأس، تصطدم بالصدر وتعود الكرة في مجال تنافس بين اللاعبين. الحكم يقف في موقف ممتاز لا وجود، حتى ان كان هناك لمس واللمس غير مقصود، لكن هناك عرقله واضحه جدا من كارباخال ضد بيكي. الحكم لم يحتسبها لانه اعتقد بان كارباخال استطاع ان يصل الكره وان يلعبها بقدمه اليسرى، لكنه لاحظ هذه اللحظه التي يقوم الكره كانت بعيده قرب القدم اليمنى لبيكي، يسحب الساق او القدم اليسرى لبيكي التي لعبت الكره، هي التي لعبت الكره، هو لم يلعبها نهائيا، وهو قام بعملية الالتحام والاحتكاك والعرقلة منذ قبل الوصول للكرة، وبالتالي كان يتوجب على الحكم أن يحتسب ركلة جزاء، لكن الحكم اعتقد بأن كارباخال هو الذي وصل الكرة وهو الذي لعبها، وبالتالي رغم مكانه القريب لم يحتسب ركلة جزاء. أعتقد ركلة جزاء في الدقيقة 31. الحالة الثانية في الدقيقة 59، وهنا إنذار مستحق على راموس نتيجة استخدام ساعده طبعا على الكتف. هنا سواريز طبعا واحد من اللاعبين الذين احيانا يبالغ في عمليه السقوط، يبالغ في عمليه ادعاء الاصابه، وبالتالي قد يوهم الحكم، لكن الحكم القريب جدا سنلحظ الحاله بان الذراع سقطت على الكتف، لو ذهبت باتجاه الوجه او اليد كما يشير او كما يحاول ان يوحي سواريز لكان الطرد مستحق، لكن في هذه الحاله حاله تهور. نلحظ تهبط اليد الساعد على الكتف، وبالتالي هذا تهور، والكرة هي في مجال تنافس وهي الكرة على الأرض، وبالتالي مخالفة متهورة تستحق الإنذار وقرار صحيح من حكم المباراة في الدقيقة 59. الحالة الثالثة في الدقيقة 63 ركلة جزاء مستحقة إضافة للطرد لمنع هدف محقق للتسجيل لفريق برشلونة من كرة سددها سواريز، عادت من القائم ثم تهادت عند قرب منطقة الجزاء فعادها باولينيو باتجاه المرمى، لكن كارباخال فضل قطع الكرة الذاهبة باتجاه المرمى الخالي من حارسه سوى مارسيليو. إذن هو قطع هدفا أو أبعد أو منع هدفا مؤكدا للتسجيل، وبالتالي قرار الطرد مستحق. هنا لا، العقوبة الثلاثية ليس لها أي دخل في هذا، لأن عملية المخالفة باليد، وهي كما نلحظ طبعا الحكم كان يمكن، لكن هناك صعوبة بالغة أن الكرة تهادت وهناك مارسيليو بالخلف ولاعبو برشلونة بعيدين عن المتابعة، وحتى كارباخال هو الذي لعب الكرة، وبالتالي هو ذهب مباشرة باتجاه، لأن ليس الأمر محسوما، وموضوع إتاحة الفرصة وتسجيل الهدف والذهاب باتجاه تسجيل الهدف لم يكن محسوما بشكل كامل، وبالتالي ذهب الحكم، وهذا ما كان صحيحا بإعطاء البطاقة الحمراء إضافة لحالة الطرد المستحقة. الحالة في الدقيقة 74 لمسة يد غير متعمدة، إسانسيو يلعب الكرة عن بعد، هنا قرب المسافة، محاولة سيرجيو أن يعطي فكرة أو يعطي بأنه لا يبحث عن لعب الكرة باليد، يضع يديه في الخلف، طبعا هو يستدير لكنه لا يعرف هو تماما أين ستذهب الكرة هنا ليس في مجال توقع المدافع لقربها لسرعتها، وهو يحاول بطبيعة الحال، هي صدمت يده الأخرى، لكن كلتا اليدين متشابكتين خلف الظهر، وبالتالي عملية اللمس هنا لمس غير متعمد لا تتيح للاعب أن تتحرك يده باتجاه لعب الكرة. الحالة في الدقيقة 82 لمسة يد أخرى لعبها كروس باتجاه
يرفع الكرة باتجاه عمق منطقة المرمى، فتصطدم الكرة براكيتش راكيتيتش الذي كانت يده على صدره. وهو نلحظ هنا المسافة قريبة جدا، سرعة الكرة، اليد مضمومة إلى الصدر تماما، وبالتالي لامست اليد المضمومة على الصدر. طبعا اللمس موجود لكنه غير مقصود، وقرار الحكم صحيح، وهذه جرأة بأن هناك لمستي يد، هناك حالة طرد وركلة جزاء ضد الحكم. كان جريء وكان شجاع وكان طبعا دقيق، سوى الحالة الوحيدة التي ذكرناها وهي كان في الدقيقة 31. وأعتقد أنه هو يعني خدع بأن كربخار استطاع أن يلعب كرة. عموما أداء جيد للحكم، جيد جدا للحكم في هذه المباراة، وأعتقد بأنهم ساهموا بإنجاح المباراة وإصابة الشوط الأمام. هذا ما لدي، أعود إليك زميلنا الأخضر المتابعة.